يا جماعة هتكلم عن موضوع هيخليكوا عايزين تكسروا التلفزيون من كتر التفكير فيه. أسعار الدهب في مصر عمالة تطير في السماء زي الصاروخ، وكل يوم في جديد. عمركم فكرتوا في السؤال ده؟ عيار ال21 هيوصل ل5000 جنيه ولا لأ؟ وهل الأسعار هتفضل في الارتفاع ده لحد إمتى؟ خليكم معايا لآخر الفيديو علشان هقول لكم إزاي ممكن تكسبوا وتستغلوا التذبذبات دي لصالحكم. وكمان هنعرف إذا كان الوقت ده هو الوقت المثالي نشتري فيه ولا لأ. ولازم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك كمان علشان تفضلوا معايا في كل جديد. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ما نتكلم عن توقعات الأسعار خليني أقول لكم إن سوق الذهب في مصر دلوقتي في حالة غريبة. شوفوا، أول حاجة لو بصيتوا على أسعار الذهب النهاردة هتلاقوا إن في ارتفاع صغير حصل في عيار ال21. يعني مثلا عيار ال21 وصل ل 3380 جنيه بعد ما كان 3375 جنيه في بداية اليوم. طبعا مش فرق كبير، لكن كل جنيه بيحسسك انك في مغامرة مالية كل ثانية. والسؤال هنا، هل ده هيبقى الارتفاع اللي بنشوفه عشان يوصل عيار ال21 ل5000 جنيه قريب؟ كل ده هنعرفه دلوقتي. واللي زود الحيرة أكتر هو انخفاض الذهب في الأيام اللي فاتت بعد ما كان وصل لمستويات تاريخية، من كتر ما الناس بدأت تبيع وتتخلص من الذهب، لدرجة إن العقود الآجلة للذهب نزلت 2.7%، واللي معناه تقريبا 86 دولار في الجيب. يعني ناس كتير خافت. طب والناس اللي اشترت وخلصت خلاص، هل هنشوف بقى ارتفاع تاني ولا السوق هيفضل نازل؟ هقول لكم معلومة، ودي هتكون بمثابة صدمة للي لسه مش متابعين السوق كويس. الجنيه الذهب وصل ل 35040 جنيه، ده مش هزار. طبعا ده بدون مصنعية، عشان لو حسبنا المصنعية هتلاقي السعر بقى قريب من المريخ. في الوقت ده الناس المستثمرين في الذهب بيقولوا ان السوق لسه في فرص كبيرة، مش كل حاجة بتطلع وتفضل طالعة على طول. يعني هتلاقي الذهب في بعض الأوقات بيخلع بعدها بينزل تاني، ودي فرصة كبيرة لناس بيحبوا يتاجروا. فلو كنت من الناس اللي بتحب تلعب على التذبذبات بلاش تسيب الفرصة دي تروح منك. في ناس عمالة تكسب من التذبذبات دي. وعلى فكرة في كمان توقعات من الناس المتخصصين في السوق زي أمير رزق عضو رابطة تجار الذهب، اللي بيقول إن عيار ال21 ممكن يوصل ل5000 جنيه في نهاية السنة. يعني هتلاقي ناس تبدأ تسأل، هو الوقت ده هو الوقت المثالي نشتري فيه ولا نستنى شوية؟ مش هقولك دلوقتي، لكن لو الأسعار نزلت شوية بعد كده يبقى ده الوقت اللي تشتري فيه، ده لو كنت ناوي تشتري طبعا. اللي هيحصل في المستقبل بقى هو ان سعر الذهب في العالم كله هيفضل في زيادة. يعني لو انت عاوز تبيع وتكسب لازم تبص على السوق العالمي كمان، مش بس في مصر. الأسعار العالمية للذهب ممكن تزيد وتقل مع تطورات الاقتصاد العالمي، خصوصا بسبب الحروب التجارية والركود الاقتصادي اللي بعض الناس متوقعينه. حسب ما هم كمان متوقعين ممكن نلاقي الذهب يوصل ل 3500 دولار للأوقية، وده معناه ان كل حاجة هتغلى معاه. اما لو جينا نتكلم عن فرص الاستثمار فالموضوع هنا كله بيعتمد على ازاي تبدأ. لو انت فاكر ان الذهب هو الحل الوحيد يبقى لازم تكون متابع ومش هتخسر حاجة، لكن لو كنت عايز نصيحتي خلي بالك من التوقيتات وخليك دايما جاهز تستغل اي فرصة ممكنة قدامك. السوق هيفضل فيه صعود وهبوط، ولو جاتلك فرصة للشراء بسعر أقل ما تفوتهاش. اللي عاوز يتعلم أكتر عن استثمار الذهب ويفهم أكتر عن التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب، في عندك فيديو تاني أنا قدمته لك قريب برضو ممكن تشوفه، هتلاقيه قدامك على الشاشة دلوقتي. هتشوف فيه نصايح أكتر من كده بكتير، وهتشوف إزاي تقدر تحقق أرباح من تقلبات السوق ده. عاوز أشوف بقى رأيكم في الفيديو ده، فلو عجبكم الفيديو خليكم دايما متابعين القناة. تنسوش تعملوا شير للفيديو ده عشان الكل يعرف إزاي تعامل مع ارتفاع أسعار الذهب. وبكده أكون خلصت لكم الفيديو، أتمنى يكون عجبكم ومستني تعليقاتكم. بشكركم جدا ونتقابل إن شاء الله الفيديو اللي جاي. يلا سلام.